بين الاغتصاب والابتزاز والجرائم الأخلاقية، شكلت العاصمة الفرنسية باريس في السنوات الأخيرة لعنة لنجوم ومشاهير عالميين في مختلف المجالات تورطوا في قضايا جعلتهم محط اهتمام الرأي العام المحلي والعالمي، وعصفت بنجوميتهم في أوج عطائهم. فن، سياسة، رياضة، أحداث، شخصيات، بورتريهات. سعد المجرد، لعل آخر النجوم الذين لم يسلموا من لعنة عاصمة الأنوار، الفنان المغربي نجم البوب سعد المجرد، الذي أدين بالسجن النافذ 6 سنوات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية، في القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، والتي عصفت به في أوج عطائه الفني، وساهمت في تشويه سمعته والتأثير على نجاحاته على مدار ال7 سنوات الماضية. الشاب مامي، أعادت واقعة المجرد إلى الأذهان قصة نجم الراي الجزائري الشاب مامي، الذي حكمت المحكمة الفرنسية عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة إجبار صديقته الصحفية الفرنسية على الإجهاض بالقوة، حيث فر إلى الجزائر، لكن فرنسا أصدرت مذكرة اعتقال دولية في حقه، الأمر الذي جعله يسلم نفسه ويقضي العقوبة الحبسية داخل أحد سجون باريس. وتسببت هذه القضية في أفول نجم شاب مامي وتعليق حياته الفنية، بعدما كان اسمه بارزا ضمن نجوم الراي في العالم، وحققت ألبوماته آنذاك مبيعات عالية جدا، الأمر الذي جعله يغيب عن الساحة الفنية ويتوجه للعمل في مجال العقارات في الجزائر. كريم بنزيما، أدين مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم والمنتخب الفرنسي كريم بنزيما سنة 2021 بتهمة التخطيط لابتزاز زميله في المنتخب بشريط جنسي، وقضت المحكمة في حقه بالسجن موقف التنفيذ سنة كاملة مع غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو، في القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016. وتضررت صورة بنزيما بشكل لافت بين محبيه الذين عبروا عن استنكارهم لتورطه في أمور غير أخلاقية لا تعكس مبادئ الرياضة بأي شكل من الأشكال. نيمار دا سيلفا، النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان والآخر، عصفت به تهمة اغتصاب فتاة تشغل عارضة أزياء داخل فندق العاصمة الفرنسية، لكن رسائل واتساب أنقذته، إذ عمد إلى نشر محادثات جمعته مع المشتكية يكشف من خلالها أدلة براءته من المنسوب إليه، الأمر الذي أخذته المحكمة بعين الاعتبار. وقال نيمار في حديث لوسائل الإعلام إنه وقع في فخ نصبته له عارضة الأزياء التي كان هدفها استغلالها، وإن ذلك انعكس سلبيا عليه وعلى عائلته وأحزنه كثيرا. إبراهيم معلوف، حكم القضاء الفرنسي بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ على الموسيقي الفرنسي من أصول لبنانية إبراهيم معلوف بعد إدانته باعتداء جنسي على فتاة في ال14 من العمر سنة 2013، كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو وإدراج اسمه على القائمة الوطنية للأشخاص الضالعين في الاعتداءات الجنسية، رغم إنكاره التهم الموجهة إليه.